ده عامل كده وده عامل كده. الحلول اللي عندك ايه؟ يا اما تحط لي دايره واحده وتقول لي دي 1 مثلا ودي 3، هي واحده بس، مفهوم ان هو باب على بعضه، لان ده مش باب وباب وبنجيبهم نرتبهم على بعض، هو ده على بعضه باب. خلاص، عشان اصول التنفيذ هتلاقي الكلام ده موجود عندك في كتاب الرسومات التنفيذيه. خلاص، التفاصيل بتاعته يعني عشان ما نضيعش وقت بس. يا اما ان انت لو عندك الباب كده زي ما قلنا وباب تاني كده وده عامل كده وده عامل كده، تحط لي الدايره هنا وتقول لي دي 1 مثلا او دي 2. لكن ما ينفعش تحط هنا واحده وهنا واحده، ده كده غلط. خلاص، هو ده على بعضه وباب. كده كده احنا اتكلمنا في مظبوط. الوصف بالظبط هو عباره عن ايه. خلاص، فانت بتوصف بعدين طبعا، بس هي لازم تبقى هي واحده بس، هي خانه واحده. ماشي طيب. ده انت جايب الابواب دي بلوك صح؟ ماشي. انا احب الواحد يسهل على نفسه. ليه بقى عامل لي هنا الخط ده بسكنس كده؟ علشان المحاره. برافو عليك. طب ليه ما تعمليش دبل لاين او خط لو وخط؟ عملت دبل لاين لما اجي اطبعه يا دوب ممتاز. هيبقى لو من 1 ل 100 هيبقى اضافي. تمام بالظبط، برافو عليك، مش هيبان اساسا. وده طبعا باين لنا كده لما تيجي تبص بقى، شايف ده عينك مميزه عن ده ازاي؟ خلاص. خدي بالك ان انا اغلب المجموعات بقول لهم على المعلومه دي وما بيعملوهاش، وده مش معناه ان انت معاك بونص، ده انا بحكي بس. خلاص، عشان هي تركز معاهم يعني. طيب، لاني قايلها يعني مش عشان حاجه. هنا بقى الشباك ده اللي عرض الجلسه دي 25 سم، الشباك ده كفته، مفيش شباك هيبقى عرضه 25 سم. عرض الحيطه هنا 25 سم، الشباك ده كده 25 سم، ده مستحيل، مفيش حاجه اسمها كده. فالشباك بياخد جزء منه. السؤال بقى، الشباك بقى بيبقى الجزء اللي بره ولا الجزء اللي جوه؟ هو ده السؤال. بيبقى الجزء اللي جوه المفروض، ولا فكر. على حسب الحل؟ فكر. يعني انا حاسه جوه، اصل لو اللي بره هتبقى في حيطه، جزء حيطه عندي، ولو اللي جوه هيبقى عندي جلسه كده اسند على ايدي برضه. هو المفروض يبقى ما كانش الحسن هيبقى الحسين او لا لا. هيبقى طالع الشايفه اللي بره. لا هو هيكون هو جوه، يبقى نفسه الفراغ في من بره النص. مش من جوه. التعامل مع والحل الشباك بتاعه. المفروض يبقى ايه؟ ازاي؟ يعني انا المفروض ان انا انط للشباك عشان اتعامل معاه؟ لا يبقى هو ده اصل الحكايه. ان الشباك يكون للداخل، واللي بره ده بيلعبوا معاه بقى ايه، مع الواجهات والمش عارف ايه، ولكن ده بيبقى ليه بعض العيوب، زي بقى لما الاتربه والميه ترجلك فيها بيبقى ليها قصه كده. خلاص، بس ده بيبقى افضل لانه دي الداير ده في الحاله دي بيبقى كانه بيداري الشمس عنه، مش مباشره في مثلا انه يبقى ينفع يتوسط، ينفع. بس في النهايه كل الحلول بتصب في ان هو الشباك مش سمكه 25، هو الشباك بيترحل، عايز تحط مكانه فين. فعشان كده بقول لك كل الحلول. احيانا بقى انا تصميم داخلي اقول لك ايه، لا يا عم انا عايز شباك يبقى لازق من بره في الحيطه ماشي مع الحيطه، وانا من جوه استغل الجلسه دي الحاجه بتاع مش عارف ايه. ما انا عارف، ما انا بقول لك كل الاراء. لكن لو الحيطه 12 وقتها هيركب عليها على طول. مش بالظبط برضه قوي يعني، بس ايه، ما بيبقاش فيها الازمه دي، ما بتبانش قوي. خلاص، الفروق بتبقى بتعدي بس. طب ولو حلق الباب؟ ماله حل؟ نفس القصه. انا الباب المفروض ان هو انت عايزه من بره يبقى ماشي مع الحيطه ولا كده؟ عاده بتبقى عايزينه يبقى ماشي مع الحيطه من بره عاده. خلاص، طب جيت انت رحلته عشان ليك وجهه نظر تصميميه، ينفع. افرض واحد هيحط الفريم ده هيعمل شكل معين للتصميم، زي ما احنا كده عاملين في بعض الفريمات عليها بتاع مش عارف، براحتك، ما عنديش مشكله. بس الستاندرد او البيزك بتاعنا ان هو يبقى خط ماشي مع الحائط. المتر 10 ده مقاس ايه؟ الباب كله بالحلق بكل حاجه؟ لا، ما تقوليش كده في البروجكت في المناقشه احسبها لك غلط. تقول لي مقاس فتحه الباب، الطرفه نفسها، فتحه الحائط بتاعه الباب، فتحه الحائط بتاعه الباب، مقاس فتحه حائط الباب. خلاص. لان المقاس ده حاجه والباب نفسه حاجه تانية. طبعا الباب نفسه كتوصيف ده هيتقال فين بقى؟ الدي 1 دي في الجدول. في الجداول، تتقال في الجداول. برافو عليك. ماشي يعني، لطيف. عامل فايل للتفاصيل. وعادة مش عادة، ده هي قاعدة هندسية صحيحة 100%، الوتر أقصر من مجموع الضلعين. وده السبب ان انت لو عندك جنينة ولا بتاع عشان تمشي كده في كده، الناس تقول لك ايه يا عم خش كده على طول ماشي في الزرع. ده شيء منطقي بيحصل، لعل اللاوعي هو اللي بيعمله، لكن دي حقيقة علمية صحيحة. ولذلك المهندسين المعماريين الشاطرين قوي تلاقي دايما مسارات الحركة بيعملها وترية.
ما يخليكش تقوم ماشي عشان اخش. ده شغل عمارة خلاص في اللاي اوت او في اللاندسكيب او الكلام ده. عشان انا برضه لازم اخده كده برضه زي ما حضرتك قلت، علشان لما اجي مش انا المفروض انا يتقاس انا عايز بالإحداثيات، ايوه مش برافو عليك مش برافو عليك مش برافو عليك برقم اه. ماشي يعني. بس انا عايزك بقى تنظم شويه، اكتبي عندك كده صور بعد اذنك، عايزك تنظم لي المقاسات دي ان هي تكون صغننه. يعني انت عامل كبيره اهو صغير صح؟ لا هي كبيره قوي لسه، هي ستيل كبيره ستيل، انا شايف دوشه. ما انا قلت عشان لو هنطبع. لا انا مش عايزك تطبع اصلا، ما تقعدش تكلف نفسك طباعه والكلام ده، مش عايزه اقصد في التسليم يعني. في النهايه. لا لسه بدري. وبعدين ايه المقاسين اللي راكبين على بعض دول؟ ده بتاع المحاور. تعالى بقى نلعب في ايه، في الحته بتاعت الصرف دي. ايه مشكلتي انا بقى في الصرف بقى؟